صباح الخير واهلا وسهلا. انا عايز اتكلم في نقطة في منتهى الخطورة او شائكة اليومين اللي فاتوا دول على الاراء. بحكم ان انا بنزل فيديوز كتير فبيجي لي فيديوهات كتير عن الريل استيت، فبسمع اراء كتير قوي حلوة واراء تودي في داهية. ده من منظور مين؟ بداية في كلامي كده انا عايزك تفرق ما بين وجهة نظري الشخصية ووجهة نظر السوق. انا كل اللي بعمله مع حضرتك في الفيديوهات من ساعة لما نزلتها هي آراء based on experience بتاعة الديفلوبر، based on وقائع موجودة في الريل استيت. فلما اجي اقول لك مثال مثلا شركة صادق دي قوية جدا، مش محتاجة كلام، هتلاقي 90% متفقين معايا وهتلاقي 10% هم اللي معترضين عن الشركة، ولكن 90% من الناس هتتفق معايا على الشركة. ليه؟ مش لأي حاجة غير دار الإماراتية شركة قوية جدا، إن مشاريع صادق الأفتر سيلز بتاعها قوي جدا، إن وقائع. فأنا ما هو إلا بنقل لك صورة الريل استيت الواقعي بالوحش بتاعها بالحلو بتاعها. فتعالى نتكلم في نقطة في منتهى الخطورة بتحصل يا جماعة. أنا لما أقول لك رأيي، فرأيي ده مش الشخصي، اديني باكد على الجمله دي تاني، ده راي السوق. فحضرتك متخيل ان مثلا لافيستا مش حلوه؟ هنا بقى انا بكلم مين؟ انا بكلم الراي العام اللي بيفهم ريل استيت، او حتى اللي ما بيفهمش. انا بكلم الكلاينت الاكسبرت، دخل واستثمر واغتنم الفرص الاستثماريه قبل كده على مدار ال5 سنين على الاقل اللي فاتوا. بكلم الكلاينت اللي حابب يدخل في موضوع الريل استيت، وده النوع اللي انا هتكلم عليه. وبكلم الراجل اللي عايز يسكن فقط. انا بكلم الثلاث انواع دول. فخلينا نبتدي بالراجل اللي لسه عايز يدخل ريل استيت، سواء يشتري فيرست هوم او سكند هوم او يستثمر. هتسمع اراء حتى لو مني انا، وقلت لك المشروع الفلاني احنا نزلنا 4 مشاريع، هايد بارك، ازها، لافيستا، ومراكز مشروع رمل. ال4 مشاريع دول دي اخترت الساحل الشمالي الاول. احنا اتكلمنا ان عشان هو بومينج دلوقتي، ده السيزون بتاعه، وهتلاقي الناس كلها بتفكر في الساحل دلوقتي. ومن فضلك اتفرج على الفيديوهات بتاعت حدوته الساحل الشمالي. انا عايزك قبل لما تدخل الديستنيشن، قبل ما تدخل المدينه اللي انت هتشتري فيها، تعرف الهيستوري بتاعها. باكد تاني ان احنا في دوله وبلد ليها رؤية وليها استراتيجية في موضوع العقار. بأكد تاني ان العقار يمثل 25 إلى 30% من اقتصاد مصر دلوقتي. بأكد تاني ان الدولة لما بتدي الضوء الأخضر على أي ديستنيشن، هرجع معاك في 2017 على مدينة العالمين الجديدة، على مدينة الجلالة، على العاصمة الإدارية، التوجه الدولة ليها كان مهم، واوامر سياده الرئيس واوامر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجهه التنفيذيه بقى من الرئيس، ان المدينه دي او المدن دي لازم تطلع. عشان يلا بقى يعني نعمل مصطلح الانكر اللي انا بقوله لك في الفيديوهات. يلا بقى نسحب هنا الزحف السكاني. يلا يا جماعه مساحه مصر البنائيه 8-9% فقط والباقي كله صحراء. طب ما يلا نطور الرقعه الزراعيه. طب ما يلا نعمل مصانع. طب ما فهتلاقي كل اللي انا بقوله لك ده هو مربوط بالريل استيت. اتفرج على مشروع جريان وافهم اهمية المشروع ده ليه مشروع قومي. طب ما دي وجهة نظر يا جماعة، هل يعني دي وجهة نظري انا بقولها لك؟ هل دي وجهة نظر شخصية؟ لا، انا بنقل لك هو ليه مشروع قومي. طب ايه الدليل يا عم؟ انا سمعتك اهو، ايه الدليل؟ دايما نسأل نفسك السؤال ده وانت بتتفرج على اي ريل واي فيديو ريل استيت. خلي بالك ان ممكن يكون اللي بيقول لك المعلومه على يقين تام بمعلومته وهو يجهل اساسها، وفي حد يقول لك المعلومه وهو واثق فيها وكلامه طبعا صح. انا بتكلم على اي حد غيري. بس اللي انا بشوفه او اللي انا بسمعه ان يقول لك في الساحل صبور مشروع ديفلوبر زي الزفت. صح، يعني مع الاعتراض على كلمه زي الزفت. مشروع سيء، مشروع طور ما عندوش مشاكل، ولكن بيحل المشكله ازاي؟ لا، صبور بقى، صبور عنده مشاكل، وعنده مشاكل في الصيانه،
وعنده مشاكل في التسليم بيتاخر، وعنده مشاكل في حاجات كتير، ولكن رفقا بالناس اللي اشترت في صبور، رفقا بالناس اللي دخلت استثمرت في صبور والى حد ما نسبه ضئيله كسبت. ايوه، هل معنى كلامي ده ان انا بدافع عن صبور الاهلي وبقول ان هو لا؟ قول وجهه النظر المنطقيه. الناس اللي اشترت في صبور يا اخي اطمئن، مفيش مشكله. انت بس اخترت اختيار كان في احسن منه كتير. دون التقليل من صبور في التجمع الخامس، لو انت ماشي كده في التجمع الخامس وبصيت على الطمية هيلز بتاعه، لو بصيت على بلاجيو بتاعه، لو بصيت على بلاتينم كلاب بتاعه، لو بصيت على ديار بارك وديار ريزيدنس بتاعه. ما ينفعش اقلل من شأن 50 60 الف اسره ساكنه من مطور. هو عنده مشاكل، ما انا مش معترض، عنده مشاكل، بس تخيل اللي انا بقوله لك ده كله الفيديو كان بيقول كده الصبور وزي الزفت بتاع، ولا ارشح مشروع مراسم. فانت عندك معلومه ان صبور مش كويس، صح؟ وده مش وقت ان انا ادخل اريسك بفلوسي دلوقتي مع حد مش 200%، مش 200% في الوقت اللي احنا فيه ده موثوق فيه. انا مبهر ليك في اقناعك بالمشاكل بتاعه مطور الفلاني، وروح جايب اسم مطور زي المراسم. لا، هو انا هخاف يا جماعه ولا ايه؟ هل انا هخاف ان انا شايف موجه بتقول المراسم وحشه، المراسم وحشه هل المراسم بنت عمي؟ هل صبور ابن خالتي؟ هل ازهى ولا مراكز ولا الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي انا شريك في الشركه مثلا؟ انا بحاول افصل تماما حبي وتعلقي بالمطورين وكرهي واعتراضي لمطورين تانية. انا هنا بنقل ليك مقارنات وبنقل ليك وجهة نظر السوق. السوق بيقول صبور صيانته وحشة وبيتأخر، السوق بيقول كده، بس ما ينفعش وانا مبهر ليك في الكلام ده اروح جاي قايل لك المراسم. مراسم مين؟ مراسم مين؟ ده تاريخها اقدم من تاريخ جدي. يعني انت فاهمني؟ انا بتكلم ليه كده؟ انا بكلم تاني الرأي العام اللي بيفهم ريل استيت وعايز يسمع ريل استيت. انا بكلم الناس اللي عايزه تغتنم الفرصه اللي هي موجوده في المراسم. بالمناسبه في الساحل في فرصه موجوده في المراسم. انا بكلم مين تاني؟ انا بكلم الناس اللي بتفهم وبتقارن. انا طول سنيني في ال8 سنين ريل استيت وقبلهم في المجال الهندسي 4 سنين، اقدر اقول لك ان انا لما اسمع معلومه دلوقتي من اي حد في اي حاجه يا عم شغل عقلك. في حاجه اسمها اعمال العقل. شغل عقلك وشوف الكلام اللي بيتقال لك ده بيزد اون ايه. لا، مراسم لما الراجل ده نزل بن لادن، شركه بن لادن. مين بن لادن؟ بس توسعات الحرم المكي. وطبعا هي ليها مشاريع انترناشونال وورلد وايد، وهي بس لو انا هاخد مشاريعه توسعات الحرم المكي ادي رقم 1. يعني ايه؟ عشان بحكم ان انا مهندس فمن فضلك انقل لك الموضوع ده. الموقع الهندسي او الموقع البنائي صعب جدا. انت عندك حجاج وعندك سيفتي لازم تعمله وعندك طب ما الكرين تاور بتاعه وقع وبتاع. هو انا مش قلت لك ان مفيش يا جماعه نسبه الاحتماليه بتاعه الفشل 0؟ دي مش موجوده. طب لما وقع الكرين بتاعه في التوسعات حرم المكي واتصاب منه ناس والكلام ده، هل قلل من شأنه؟ لا يا جماعه، دي حاجه حصلت وده مش موضوعنا اساسا. بس انا بحاول برضه الم لك لما تسمع كلامي حد يقول لك يا عم ده حتى في القطاع الهندسي ده هو حصل فيه كده وبتاع. يا فندم ما ده طبيعي يا فندم. مين بقى المراسم؟ بن لادن لما جه هنا في مصر. اللي يهمك بقى يا مستثمر او يا ساكن، حتى سكان فيفث سكوير، اخباركم ايه؟ سكان فيفث سكوير لما بعنا المشروع ده من 2017 ولا 18، المعيشه جوه عامله ازاي؟ اخباركم ايه؟ ما تقولوا لي كده. الناس مبسوطه جدا من ايه؟ الناس بتتبسط ليه يا جماعه؟ خدت سعر خطير في عز ازمه كورونا. الراجل سلم. الله، ده قوي جدا. 2 3 مطورين اللي سلموا في ازمه كورونا دي بالمناسبه. هو كان واخد المشروع قبل الازمه ب3 سنين، والمفروض يسلموا في 2020 او 21، سلموا في 2020. ادي رقم 2. صيانه قويه، برايس ابريشيشن حصل قوي جدا. تشغيل ما بعد البيع وافتر سيلز والريسيل مطلوب، لان الريسيل هو اللي بيحدد قوه الديفلوبر بتاع، قوي جدا جدا.